ويلا بينا نعمله احلى نوجة. شايفين الجمال ده؟ ب2 مكون بس، وسهلة وما بتاخدش وقت وبتدينا كمية كبيرة جدا ونضيفة، وحاجة عاملاها في البيت، ولا فيها دقيق ولا فيها بيض ولا فيها لبن بودرة، حاجة كده ايه زي الخيال. وقبل ما نبتدي الوصفة، اللي أول مرة بيشوفني، أنا اسمي سام، واشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. ولو عجبتكم النوجة لايك وشير. يلا بينا على الوصفة. ومعانا كوباية سكر وعليها ربع كوباية مية، ونحط رشة ليمون أقل من تمن المعلقة المعيارية، وما فيش ملح ليمون يبقى نحط معلقة كبيرة لعصير ليمون، وفانيليا برضو رشة فانيليا كده، ونقلبها لحد ما تستوي ونجربها في شوية مية. لو لقيتيها اتكورت بالشكل ده وجامدة، واما تفرديها وتسيبيها تلاقيها نشفت وبتقطر، يبقى كده تمام. ومعانا معلقة جيلاتين كبيرة وعليها معلقة مية، ونقلبها. وفي العجان حطينا العسل بتاعنا اللي هو السكر وعليه الجيلاتين، ونبتدي نضرب، نسيبه بقى يضرب لحد اللون بتاعه ما يبيض ويتقل قوي وما ينزلش من السلكة بتاعت العجان دي. شايفين جامدة ازاي؟ هي دي كده بقى مظبوطة. ومعانا كوباية مكسرات، ودي حسب الرغبة، اي نوع مكسرات، سوداني، اي مكسرات، زبيب. ونقلبها كويس، ونكونوا محضرين ورقة بلاستيك وعلى رشة دقيق. ولو عايزة تحطي برضو مكسرات حسب الرغبة، وعلى الوش برضو لو عايزة مكسرات. وننزل وعليها شوية نشا، ونفردها نسويها، ونغطيها برضو بالبلاستيك، ونبتدي نظبطها كويس بالنشابة كده، نظبطها. ونكونوا محضرين صينية، نحطه في الصينية ونحطها في التلاجة لحد ما تبرد. وبعد كده نطلعها من الصينية، ويكون معانا فرشة ونمسح النشا اللي عليها، ننزله على قد ما نقدر، بس ما تخليهوش ما فيهوش خالص يقوم يلزق. وسكينة تكون حامية وممسوحة زيت، ونبتدي نقسمها الأحجام اللي انت عايزاها. شايفين شكلها جميل قد ايه؟ وبتدينا كمية حلوة قوي. وتعالوا بعد كده نشوفها. نمسك واحدة اهي، دي بقى النوجة الطرية. وهنجيب ورق نايلون ستريتش، ونبتدي نغلف واحدة واحدة علشان ما يلزقش في بعضه. شايفين شكلها جميل قد ايه؟ وعطتنا كمية حلوة قوي. وتعالوا نشوفوها. بصي دلوقتي ديت النوجة ديت اللي هي طرية. بصي شكلها، دي النوجة الطرية. لو انت عايزاها ناشفة عن دي او بتقطم، وانت بتعملي السكر على البوتاجاز، اديله سوا شوية عن ده، خليه ناشف شوية تقوم تقطم معاكي. بس دي تحفة بجد بجد، طعم وريح.